لما تسمع رجل من كفار قريش يجي للرسول صلى الله عليه وسلم ماسك في يده ايش؟ ماسك في يده عظم لدابة اللي ماشية من المواشي أو حيوان من الحيوانات، يجي بهذا الكافر يجي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيب هذا العظم ويطحن ويفت هذا العظم حتى يصير زي الرميم زي الرماد. يقول يا محمد أنت تزعم أن الله يحيي هذه بعد ما صارت رميم، أنت بتقنعني إن الله ربك اللي تدعوه هذا العظم بعد ما أصبح رميم الله يحييه من جديد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد على هذا الكافر. من فين جاء الرد؟ جاء الرد من فوق 7 سماوات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. العجيب انظر إلى المقارنة، أنت مخلوق ضعيف خلقك الله من نطفة، والله عز وجل هو الخالق العظيم الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. نتكبر لماذا؟ نبتعد عنه سبحانه وتعالى لماذا؟ وقد خلقنا من نطفة. فقال جل في علاه في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق. يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه الآية الله يدعونا في القرآن أن نتأمل في أنفسنا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجاثية، بالله اسمع وتأمل، والله آية عظيمة. في سورة التغابن يقول سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.